عايز تعرف انت شخص قوي ولا شخص الناس بتخاف منه؟ سهله. شوف الناس بتعمل ايه لما تدخل المكان، وشوف بيعملوا ايه لما تخرج من المكان. المخيف لما بيدخل الناس بتسكت، لكن الشخص القوي لما بيدخل الناس بتقدر تتكلم. اهلا بيكم في ميتنج جديد. في ناس اول ما تدخل المكان الصوت بيهدى، الناس تختار كلامها ومحدش يقدر يعترض، والشخص ده ممكن يفتكر انا ليا هيبه. بس استنى، هيبه ولا خوف؟ لان الاتنين من بره يبانوا شبه بعض جدا، لكن من جوه فرقهم كبير. المخيف محتاج طول الوقت يثبت انه قوي، صوته اعلى، غضبه حاضر، ولو حد قال له لا ياخدها تحدي، ولو حد اختلف معاه يحس ان سلطته اتهزت. ليه؟ لانه جزء كبير من قوته مبني على خوف الناس منه. وهنا السؤال المهم، هو فعلا قوي ولا خايف؟ خايف يفقد السيطره، خايف يبان ضعيف، خايف انك تكتشف ان هو مش بالقوه اللي بيحاول يظهرها، فبيبقى الغضب والصوت العالي والتهديد درع. لكن خلي بالك، الدرع ده مش قوه. القوي مش محتاج كل شويه يثبت انه قوي، ممكن يسمع انا شايف انك غلط فيقول فهمني ايه اللي انت شايفه. ممكن حد يختلف معاه من غير ما يحولها معركه، وممكن حد ينتقده فيراجع نفسه. ليه؟ عشان عنده امان داخلي يخليه يعرف اختلافك معايا مش تهديد ليا. وعايز تعرف الشخص قوي ولا مخيف؟ شوف رد فعله لما يسمع كلمه لا. المخيف يعني انت بتعارضني. القوي طيب ايه وجهه نظرك؟ المخيف عايز طاعه، القوي عايز فهم. المخيف بيعتبر الاختلاف عصيان، القوي بيعتبر الاختلاف معلومه ممكن تفيده. وعشان كده الشخص القوي مش بيخاف ان حد يقول له انت غلط، لانه عارف ان الاعتراف بالغلط مش بيكسره، بالعكس احيانا هو اللي بيبني هيبته. واخطر حاجه في الخوف انه بيمنع الحقيقه، ودي كارثه لاي مدير او اب او مسؤول، عشان لو الناس حواليك بتخاف منك ممكن جدا تكون اخر واحد يعرف الحقيقه. الموظف يقول تمام يا فندم وهو شايف ان القرار غلط، ابنك يقول حاضر وهو من جواه رافض، واللي حواليك يوافقوك مش لانهم مقتنعين، لانهم خايفين يتكلموا، فتفتكر ان الناس مقتنعه بس الحقيقه الناس خايفه. وده اخطر وهم ممكن يقع فيه اي صاحب سلطه، انه يخلط بين الطاعه والاقتناع. وفي رايي الشخص اللي يقدر يقول انا غلطت اقوى بكتير من الشخص اللي محتاج طول الوقت يقول انا صح، لان الاعتراف بالخطا مش بيهد الهيبه، احيانا هو اللي بيبنيها. وخليني اقول لك فرق تاني مهم جدا، المخيف يقول اعمل، القوي يقول خلينا نعمل. المخيف يعتمد على وجوده، لو غاب الناس تستنى تعليماته، لكن القوي بيبني ناس تقدر تكمل حتى في غيابه. وده الفرق بين السيطره والقياده. بس خلي بالك، القوه مش انك تبقى هادي طول الوقت، ومش انك توافق كل الناس، ومش انك تخاف تزعل حد. الشخص القوي عنده حدود، بيقول لا، يحاسب وياخد قرارات صعبه، لكن من غير اهانه، من غير استعراض قوه، ومن غير رغبه في تخويف الناس. الحزم مش عدوان، والهدوء مش ضعف. القوه انك تقدر تستخدم قوتك من غير ما تحتاج تستعرضها. دلوقتي بينك وبين نفسك، لما حد بيختلف معاك بتسمع له ولا بتعتبره بيتحداك؟ لما موظف يقول لك قرارك غلط بتشكره ولا بتخليه يندم انه اتكلم؟ لما ابنك بيختلف معاك بيقدر يقول الحقيقه ولا بيقول حاضر عشان خايف؟ لان دي النقطه، لو الناس اللي حواليك مش قادره تقول لك الحقيقه ممكن تكون عندك سلطه وهيبه، لكن هل عندك قوه فعلا؟ وعايز اديك اختبار بسيط، مش مهم الناس بتتصرف ازاي وانت موجود، اسال نفسك بيعملوا ايه وانت مش موجود؟ بيقدروا ياخدوا قرارات؟ بيتحملوا مسؤوليه؟ بيفكروا؟ ولا اول ما تمشي كل حاجه بتقع؟ لان الشخص المخيف بيسيب وراه خوف، اما الشخص القوي بيسيب وراه ناس اقوى، وده يمكن اهم علامه للقوه. القوه الحقيقيه مش انك تكسب كل نقاش، ولا ان اخر كلمه تكون كلمتك. القوه انك تقدر تسمع من غير ما تنهار، تختلف من غير ما تهين، تحاسب من غير ما تنتقم، تقول لا من غير ما تجرح، وتقول انا غلط من غير ما تحس انك خسرت قيمتك. دي مش طيبه، دي قوه تحت السيطره. وفي الاخر الخوف ممكن يخليك تسيطر على سلوك الناس، لكن القوه الحقيقيه تخليك تكسب احترامهم. لان القوه مش ان الناس تخاف منك، القوه انهم يقدروا يختلفوا معاك ويفضلوا يحترموك. كنت معاكم دكتور محمد عثمان، وده كان ميتنج.